السلام عليكم. النهارده هقولك لو كان عندك اضحيه او حد ذبح ازاي تسدي وازاي تنضفي كل حاجه من الخروف وازاي تطبخوها بطريقه اول مره طبعا تشوفيها على اليوتيوب، طريقه عمل اللوايه او اللفلوف بتاع الجدي او الخروف. وهقولك ازاي تنضفي طبعا الراس والرجلين والكرشه والفشه وكل حاجه بالطريقه دي. طبعا معانا الرز زي ما انتوا شايفين بتاعت الجدي، هنحط ميه على النار بدون اي اضافات. تمام. اول ما الميه تسخن كده هتسقطي الرجل او تسقطي الراس. بصي مسافه ما بتعمل كده ولا مسرعه الفيديو ولا اي حاجه. تمام. وهتاخديها طبعا عندك على اي حاجه. طبعا احنا هنا اهو هتفضلي طبعا بالسكينه. بصي مجرد ما بتعملي السكينه الشعر بيروح. طبعا الناس اللي بتحط كربونات وبتحط الحاجات ديت يا جماعه ديت بتخلي الشعر بيمسك فيها. الميه ما تبقاش سخنه جامد وما تخليش الشعر يمسك في الميه، يعني تسقطي دقيقه واحده بس وتطلعي تاني. تمام. بعد ما تخلص شايفين هو بمسافه ما بتشدي بايديكي بيطلع ازاي كده، يعني ما بياخدش وقت معاكي خالص. هتعملي ده كله. بعد ما تخلصي طبعا الشعر هترميها طبعا في الحله عشان الضوافر والحاجات دي تطلع. بعد ما تخلصي الشعر كله بايديكي كده وتفركيه او بالسكينه تحكيه هتسقطيها. وطبعا دي الراس نفس برضو ما بتعملي عامليها معامله الرجلين بالظبط. هتسقطيها تسقيطه كده اهو وترجعي طبعا من الناحيه التانية. اهم حاجه اسقطها كويس جدا وهرجع طبعا اطلعها. وبرضو هروح اخدها على الارض يا جماعه اهي. وبصي بالسكينة بتطلع معاكي برضو ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة. الشعر دايب، يعني المية متبقاش سخنة وما تسقطيش كتير. دقيقة بس تحسبيها على ايدك وتطلعي، واقل من دقيقة كمان وتطلعي عشان الشعر ما يمسكش في اللحم ويغلبك وما يطلعش معاكي. بصوا برضو الراس بالايد اهي ولا شعر ماسك ولا اي حاجة، بيطلع معاكي بكل سهولة. طبعا انت هتخلصي كل الشعر دوت ما تخليش اي حاجة. بصوا يا جماعة بعد ما تحطيها في الحلة بصوا الضوافر اللي بتبقى في الرجل بتطلع ازاي. مسافة ما انت بتعمليها بايدك كده بتطلع. وبرده الشعر اللي الجناب ما تخليش اي شعر. تمام. بعد ما تخلصين طبعا خالص وتشيلي الضوافر زي ما وريتك بالطريقه اللي انت هتعمليها بايدك كده هتطلع معاكي. خلاص طبعا هتخلصي الراس والرجلين بالطريقه دي. شايفين طبعا بقوا عاملين ازاي يا جماعه وشلنا الضوافر وكل حاجه. هاخدها طبعا عند الجزار اللي بيقطعها. فعشان الحته دي كده ما صورتهاش، يعني قبل ما الجزار يخلص تتبيله التقطيع والذبيحه انت تكوني خلصتي. طبعا هو قطعها كده بالشكل ده، احنا بنقطعها كده. هتحطي بقى هنا خل وليمون بقى وشويه دقيق وتدعكيها كويس جدا جدا. شايفين طبعا احنا بنسوي الكوارع بتاعه الجدي والراس يا جماعه مع بعض. وهنا احنا نضفنا الكرشه وتسلقي الفشه حبه والممبار بتقلبيه. وطبعا بتحط له خل وليمون وتغسليه كويس جدا من الزفاره وتجيبي حته كرشه زي ما انتوا شفتوا وحته فشه صغيره وحته من الممبار الصغير دوت او المصارين يا جماعه وتلفيها كده عليه. وهقولك طبعا تعملي ايه هنا برضو بعد ما خلصناهم وطلعناهم برضو في ليمون كتير وشويه ملح وخل. احنا ما بنخليش فيه اي ريحه زفاره، بيبقى معاكي فله منوره كده. وعايزين طريقه تنظيف الكرشه برضو نفس تنظيفه الراس، شويه ميه وما تكونش سخنه قوي تطلعي وتحكي كده معاكي. عموما الجدي يا جماعه مش زي اي انواع لحوم تانية، يعني ما بيمسكش فيه الشعر ولا الكرشه بتاعته ما بتاخدش وقت خالص، تبقى معاكي بنفس المنظر الجميل ده. اللهم بارك. يعني احنا متعودين في الأضحية او لما نذبح في اي مناسبة بنعمل المنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنروح طبعا على البوتاجاز عشان هقول لكم هنعمل ايه. حله على النار وحطينا طبعا فيها الراس والرجلين. بعد طبعا ما الميه غليت ما تحطيش اللحوم قبل ما الميه تغلي يا جماعه عشان طبعا ما تطلعش رغاوه كتير والدنيا تتزفر معاكي. وبرده هتنزلي تسقطي معاهم اللي احنا عملناه دوت اللوايات اللي احنا عملناها برضو كلهم في نفس الحله، حله كبيره. وهتعمليهم بنفس الطريقه. عايزه تعملي الراس لوحدها والرجلين لوحدها وتقسميهم لو انت طبعا مش اسره كبيره براحتك، لكن احنا يعني ما شاء الله اللهم بارك احنا اسره كبيره فيادوب. وطبعا كنا هنعمل برضو هنسيب طبعا بعد ما يتسلق وجنبه طبعا هنحط اللحمه. دي اللحمه بتاعت الجدي هنسلقها ديت برضو
هقول لكم برضو طريقه الشوي بتاعه الجديان في فيديو تاني. هنا بعد ما سقطت كله هتجيبي ليمونه، سوري، بصلايه كبيره وطماطميه كبيره وقرن فلفل ولورا وحبهان، وطبعا كأنك بتعمليها معاملة الشوربة اللي انتي بتعمليها، وبتحطيهم فيها كده وتسيبيها طبعا لحد ما تغلي. احنا مبنحطش ملح خالص قبل السوا ب3/4. هتقلي طبعا بصلة، يعني كام بصلاية على حسب الكمية اللي انتي عاملاها، بشوية طبعا دهن، عندك معلقة سمنة، يعني المادة الدهنية اللي انتي حباها قلبيها وتسيبها طبعا تتحمر كده. بس بتوصل للمرحلة ديت بتنزلي بالطماطم كأنك بتسبكي التسبيكة العادية. تمام. هتسيب الطماطم طبعا تتسبك التسبيكه الجميله بتاعتنا، وبعد ما اتسبكت شايفين طبعا الجمال. بصوا يا جماعه، عموما في الحاجه في اللمه والمناسبات بيبقى لها طعم تاني طالما في حب. يعني يا جماعه بصراحه كل حاجه احنا كنا كتير، وكان كل واحد بيدخل كان اللي يقلب اللي بيعمل، ما كانش حد واقف على المطبخ بس. شايفين الشوربه دي محدش يصدق ان دي الشوربه الصافيه، ان هي يعني عشان احنا منضفين الراس والرجلين والحاجات ديت تنظيفها كويسه، وحاطين بعد ما الميه غليت شايفين طبعا هي اتهرت وحطينا الملح. الشوربه صافيه كانها شوربه لحمه، محدش هيصدق ان دي شوربه بتاعت اللي هي السقط خالص. هنحط طبعا التوابل كمون وكزبره وفلفل اسود، ومش كتير يا جماعه عشان الحاجه يحسوا بطعمها. وهتطلعي طبعا الحاجه تصفيها كده، وبعد ما تصفيها طبعا تحطيها في التسبيكه اللي احنا عملناها. تمام. هتصفي كله كده، يعني حتى انت لو كلتيه مسلوق كده والله يا جماعه طعمه كان روعه روعه فوق ما تتخيلوا. هتسقطيها كده، وطبعا لو عندك بقى طواقع تسيبها تغلي غلوتين. يا بصوا يا جماعه، المطبخ على قده، لان المطبخ بتاع امي من الطين مش من المطبخ اللي هو السيراميك والحاجات ديت. يعني الحيطه بتاعتنا من الطين الحمد لله. وعايزه اقول لكم ان احنا لما بنبقى فيه بنبقى مبسوطين احسن من اي مكان لما بنروح عند امي. تمام. هخلص طبعا كله كده وصفيناه في الحله، وبعد كده هتقلبي التقليبه تسيبيها تغلي غلوه، تزودي من الشوربه. طبعا لو الشوربه بتاعتك ريحتها مش حلوه زودي ميه، لكن احنا الشوربه بتاعتنا بتاعت السلط اللي احنا عاملينه دوت او الفشه والكرشه طعمها كان جميل. يعني انت ممكن تاكليها او ممكن تشربيها، ملهاش اي ريحه خالص. هنخليه يغلي غلوه بس كده على النار، وبعد ما يغلي الغلوه هنجيب طبعا طواجن، عندك صواني عندك اي حاجه. دي اللحمه بعد ما اتسلقت وتطلعيهم طبعا في طواجن وتحطيها في الفرن تتحمر او يعني تديها وش، او لو عايزه تكملها وحطيت نص سوا على النار وتحطها طبعا في الطاجن تاخد يعني تشرب من التسبيكه اللي يريحك. هيبقى طعمها اصلا فوق الخيال. يعني الحاجه ديت احنا من عشاق الحاجات ديت يا جماعه. طبعا هنا بعد ما حطينا وغرفنا في الاطباق ويعني على الارض عادي كده، والعيش الشمسي بتاعنا الجميل وشويه ملوخيه على اللحمه، وكان طبعا احلى اكله. واللمه طبعا ربنا يديم اللمه عندنا. يعني يا ريت لو اي حد كتب كومنت يكتب لنا ربنا يديم اللمه عليكم. وطبعا كده وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطوا لي لايك واشتركوا لي في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. هتوحشونا يا احلى اخوات في الدنيا.